هو أحد أشهر المطربين الشباب على الساحة الغنائية العربية، حاز على جائزة MTV إيماك العالمية لأفضل مطرب عربي لعام 2010. صراحة المكرم اليوم أنا ما بعرف شيء عنه، كتير متحمس لأنه هيدي أول مرة رح التقى فيه، بس الشغلة الوحيدة اللي بعرفها إنه أي أغنية من مصر بسمعها وبحبها واسأل مين بغنيها بتطلع لإله. أنا كتير محمس لأقدم هالجائزة لشخص أيضا حاز على الأسطوانة البلاتينية لتحقيق ألبومه خلص الكلام على أعلى مبيعات بالشرق الأوسط لسنة 2016. برحب بالاستاذ محمد حمائي. محمد حمائي. واهلا بكل اهل مصر، زملائنا واحبائنا، حبيبتي شيرين كلكم. مساء الخير. مساء الخير على كل الحضور وعلى كل اللي بيتابعونا على شاشة MTV. الحقيقة أنا سعيد جدا النهاردة إني موجود معاكم في لبنان، لأنه بلد قريب من قلبي، وزي ما كل زملائي قالوا من شوية إنه بلد بيقدر الفن وبيحمي الفن وبيساعد الناس إنها تكون عايشة في سعادة. أول امبارح قبل ما أجي قابلت واحد من أصحابي اسمه عمرو، قال لي مبروك، سمعت إن أنت كسبت البالون دور. فقلت له لا، البالون دور بتاع الميسي السنه دي وكريستيانو، انا كسبت بالنسبه لي اللي اهم من البالون دور، الميركس دور. احب اشكر الحقيقه كل الناس اللي وصلوني ان انا اكون موجود معاكم النهارده، من تصويت الجمهور واللجنه، وبقول دي مسؤوليه كبيره جدا عليا، وبتمنى يا رب دايما اكون عند حسن ظن الناس. احب اشكر كل الناس اللي بيساعدوني وانا بشتغل، الشعراء والملحنين والموزعين، وطبعا شركتي زي ما سبقت شيرين وقالت ان شركتنا احنا الاثنين نجوم ريكوردز. فبتمنى يا رب ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، واحب اهدي الجائزه دي لواحده تعبت معايا جدا وبتتعب معايا على طول وبتساعدني، وهي النهارده كمان موجوده برغم ظروف كانت ممكن تخليها تبقى صعبه شويه انها تيجي، مراتي. احب اشكرها جدا واهديها الجائزه. ثانك يو. احب اشكركم كلكم على ان انتم استنيتوني، لانه انا عارف انا طولت عليكم شويه. ثانك يو. المسرح راح يكون لك النجم محمد حمائي. بعد ما نذكر كل النتائج تصويت الجمهور ميركس دور. سوري لحظه واحده، انا كمان احب اقول لك انا اول مره اشوفك النهارده، بس انا حبيتك كتير النهارده. ثانك يو. المسرح راح يكون للنجم محمد حمائي. ظهرك يا محمد، برم لي ظهرك، بس هيدي بالرقصة الدانسينج ويز ستار كمان بيبرمون لهيك بلحظة ظهرهم، فبتعرف ترقص كمان؟ على الاغنيه